يا مساء الفل. ده فيديو المراجعة. طبعا انت في دماغك الفترة دي عمال تسأل اروح مراجعات ولا لأ، الامتحانات التجريبية دي نزلت، طب اروح ولا لأ، طب هتضغط لي الوقت اعمل فيها ايه، طب اراجع امتى، انظم وقتي ازاي، اعمل ايه، ده خلاص كلها 8 اسابيع وادخل وابقى قاعد في لجنة، انا مش عارف اعمل ايه، الدنيا بايظة مني، طب انا هلحق، طب الثمان اسابيع اللي جايين دول انا شايف ان هم مدة قليلة ولسه في حاجات فايتاني ولسه مش حاسس ان انا لامم المادة، اعمل ايه في كل الكلام ده. كل الحاجات دي هنعرفها في الفيديو ده النهارده، وهتعرف كمان ازاي تراجع كل ماده بالتفصيل ان شاء الله، وهقول لك تعمل ايه طول فتره شهر 4، لان الشهر ده هو ده الشهر الفيصل في كل حاجه، حتى سواء انت ذاكرت من الاول كويس او ما ذاكرتش من الاول كويس، فشهر 4 ده هو الفيصل وهو اللي بيطلع منه الدرجات الكبيره والمجاميع والاوائل. فلو استغليت الشهر ده كويس جدا هو ده اللي هتقدر تعمل فيه كل حاجه. بس طبعا هنروح بقى نتكلم في تفاصيل الفيديو، محدش يستغرب انا قاعد في العربيه ليه، انا حبيت بس اغير اللوكيشن بتاع المكان عشان ما تزهقوش. وطبعا مش هقدر، يعني مش هفضل قاعد القعده دي كتير لان انا حاسس انها هيجيلي بواسير بالقعده دي، فهنروح بقى نكمل التصوير في مكان تاني. بيكو تاني بعد التفاهه اللي كانت في الاول. طبعا انا مش عارف انا صورت في العربيه دي، بس هو التفاهه ويعني الواحد حب يرجع لذكريات الطفوله. انا حاليا بدور على مكان اصور فيه، بس غالبا الواحد هيطلع يصور في البلكونه مش عارف ليه، بس قشطه. يا مسهل. في عشوائيه طبعا رهيبه في الفيديو ده، بس ماشي ما علينا. بصوا بقى، اشهر 3 اسئله بيتسالوا الفتره دي: انت تروح مراجعات الدروس ولا لا؟ الجديد على الفترة دي موضوع الامتحانات التجريبية، تروح الامتحانات التجريبية، هو انت كده كده غصب عنك هتروحها، بس عايزين نشوفها هي مفيدة ولا مش مفيدة، ولا هتضيع لك وقتك ولا ايه، وهتنظم وقتك ازاي معاها. وتالت سؤال مهم قوي في الفترة دي اللي هو تنظم وقتك ازاي وتعمل ايه بالظبط، وازاي تقسم المواد وتراجع، طب تعمل جدول مذاكرة ولا لا، طب تراجع كام مادة في اليوم، كل الحاجات دي. بس يا كلب ولا ما علينا. فاول حاجه انت ازاي ترجع تراجع الشهر ده مش ازاي ترجع خالص. المهم انا اتفقنا ان احنا يبقى فيها شويه في الفيديو ده، بس عادي مش مشكله. فالمهم دلوقتي انت محتاج ان انت تراجع في الفتره دي. هتعمل ايه؟ اول حاجه تروح مراجعات الدروس ولا لا. بالنسبه لمراجعات الدروس، لا خلاص بقى عايزين نكمل الفيديو بس. سكت خلاص، ما علينا، ركزوا في كلامي وسيبكم بالكم، سيبكم من الكلام ده خالص. طب ثانيه هسكته وارجع تاني، بس هو الحمد لله سكت كده خلاص. بصوا بقى، انت امتحانات او المراجعات الدروس دي، بس هو كده سكت خلاص. مراجعات الدروس دي بيعملوا فيها ايه عشان تعرف انت هتروح اصلا ولا لا؟ مراجعات الدروس هم بيراجعوا تاني المنهج بالظبط، يعني بيعيدوا شرحه تاني بس بسرعه جدا. وغالبا المراجعات في معظم المواد بتبقى حصتين في الاسبوع، زي الفيزياء والكيمياء والاحياء التاريخ الحاجات دي ممكن يبقوا حصتين في الاسبوع او 3 حصص كمان في الاسبوع. بيراجع لك المنهج كله تاني، بيعيد شرحه تاني من الاول، او بيقسم لك الفصل على حصه او حصتين مثلا على طول، مع بيديك ملزمه كده فيها اسئله للفصل كله ورا بعض. غالبا بتبقى هي اسئله الواجب اللي كانت على فصل بس بتبقى كلها متجمعه عشان تحس بلخبطه. طب المطلوب منك اصلا في الفتره دي، تمام احنا هندخل جوه طبعا عشان الكلب، بص كان الكلب مقرف جدا. تمام، هو انت المطلوب منك الفتره دي المفروض عشان تبدا تظبط نفسك، فالمطلوب منك ان انت تبدا تكبر دماغك. انت يعني ايه تكبر؟ مش تكبر دماغك بالمذاكره، يعني تكبر دماغك بالمذاكره. بمعنى ان انت في الاول كنت عمال تقول انا بذاكر درس درس طبيعي، اللي كان بيحصل في الشهور اللي فاتت، بتذاكر درس درس وبتروح رايح حل اللي عليه. لكن الشهر ده مطلوب منك ان انت تعلب دماغك وتعلب تفكيرك، ان انت تذاكر فصل فصل على بعضه، عشان تبدأ تدرب نفسك ان انت تراجع المنهج كله على مرتين لما توصل ليلة الامتحان. فمحدش خالص الفترة دي يوهم نفسه ان هو يقعد يذاكر درس درس، لان انت مش هتعرف تعمل كده. ولو عملت كده هتعمل كده وكل حاجة، بس هتضيع عليك وقت كبير جدا، ومش هتوصل للمرحلة ان انت تراجع المنهج كله على مرة او مرتين معلش ليلة الامتحان. فكل اللي انت هتعمله الفترة دي لازم تبدأ تدرب نفسك ان انت تذاكر كميات اكبر، ده طبيعي جدا الفترة دي. طيب تروح مراجعات الدروس ولا ما تروحهاش؟ دي حرية ليك. في ناس راحت مراجعات الدروس وفي ناس ما راحتش مراجعات الدروس، بس انت هتعرف منين تروح الحصة ولا ما تروحهاش؟ بص، انت المدرس انت بتبقى عارف هو هيراجع ايه الحصة الجاية، تمام؟ لو جينا مثلا قلنا في الفيزياء، هو المدرس قايل لك ان انت هتراجع الحصة الجاية نص الفصل التاسع مثلا، اللي هو بتاع الكهربية اللي في الاول، عشان عندنا دفعتنا كانت تاسع من كذا سنة، ما علينا.
فانت هتراجع الفصل مثلا الكهربية اللي هو كان فيه فرق التيار وشدة الجهد والحاجات دي، هيراجع لك الفصل ده كله مثلا على مرتين، فانت عارف المرة الجاية هيراجع نصه الاولاني. فكل اللي انت هتعمله ان انت هتروح ماسك النص الاولاني ده، تروح ماسكه قاريه كويس جدا ومذاكره كويس جدا وشايف الاسئلة بتاعته تاني وتحلها، او بلاش تحلها، تشوف الاسئلة اللي هي كانت واقفة معاك تراجعها تاني، تشوف في حاجة تانية هتقف معاك ولا لأ. لو في بنسبة 1% حاجة واقفة معاك في الفهم او في الاسئلة، تروح المراجعة وتسأل عليها وتروح تعيد المراجعة او شرح الجزء ده تاني. لكن لو حليت ورجعت وعملت كل حاجة على الجزء ده ولقيت نفسك بنسبة 100% فيه وانت فاهمه كويس جدا وكل حاجة تمام، فانت ما تروحش الدرس ده. لكن ما فيش حاجة اسمها انا مش هروح مراجعة كذا، لا، انت شوف الحصة، لان انت في اجزاء من المنهج بتبقى محتاجها، فانت روح الاجزاء اللي انت محتاجها عشان ما تضيعش وقتك. حاجة انت ذاكرتها ولقيت نفسك تمام فيها فملهاش لازمة ان انت تروح خلاص الحصة دي. بس اوعى تروح مراجعة درس وانت مش مراجع. يعني انت عارف ان انت بكرة عليك مثلا مراجعة تاريخ، فتقعد تذاكر الفصل بتاع التاريخ اللي هو هيتراجع بكرة عشان تشوف انت تروح ولا ما تروحش. تمام كده؟ تمام. طيب، بالنسبة للامتحانات التجريبية، هي دي حاجة كويسة اصلا ولا حاجة وحشة ولا ايه الدنيا؟ الامتحانات التجريبية باختصار، لو جينا نتكلم عن الاستفادة بتاعتها، فانت هتستفاد ان انت دي الاول مرة تحصل ان انت تجرب الاحساس بتاع الامتحان. ده الطبيعي ان انت لازم تجرب الاحساس لان تكسر الرهبة بتاعت الامتحان، فدي ميزة كويسة جدا عشان تروح تبقى جربت القعدة قبل كده في امتحان، فلما تيجي توصل للفاينل نفسه تيجي تقعد في اللجنة، العقل عارف ان انت قعدت في المكان ده قبل كده، فهتلاقي التوتر قل وكل حاجة قلت، وهي تجربة ليك. تمام. تاني حاجة هتساعدك ان انت تراجع الحاجة، لان احنا يعني عشان ما نزعلش من بعض، احنا بنتدلع بنتسهوك. يعني الدلع والسهوكة ده المعنى المحترم للكلمة لقلة الأدب اللي مش هقولها ما علينا. فاحنا طبيعتنا ان احنا بنتدلع، فمهما قعدنا نظمنا وقعدنا هنشوف هنراجع ايه لازم هيحصل شوية لخبطة. لكن الامتحانات هتجبرك ان انت تلم المناهج، فدي ميزة كويسة جدا ليك. هتضغط نفسك وهتلاقي نفسك مضغوط، ده الطبيعي بتاع شهر 4 ان انت لازم تلاقي نفسك مضغوط. اي حد في الدنيا في شهر 4 عدى عليه وهو في ثانوية عامة لازم هتلاقي نفسك اتضغطت، وهتلاقي على اخر الشهر المذاكرة اوتوماتيك لوحدها بتوصل ل 12 و13 ساعة في اليوم، وانت هتبقى مستني اليوم يبقى طويل عشان تلحق تخلص اللي وراك، ده الطبيعي. فما تقلقش وتقول يا ده هذاكر 12 ساعة في اليوم، ده لوحدك يعني انت مش هتحس ان انت بتذاكر 12 ساعة، بس هتلاقي الوقت عدى عليك على طول. بالنسبة كمان الحاجة اللي هتحصل لك في شوية حاجات كده لازم تبقى عارف انت ايه اللي هيحصل لك لما تدخل الامتحان عشان ما تتفاجئش. يعني مثلا لما تيجي تدخل، خلينا متفقين ان انت هتروح الامتحان، انت هتبقى مثلا مراجع او هتضغط نفسك وهتراجع وكل حاجة، بس خليك عارف ان انت رقم واحد مش هتعرف تحل. تمام. هتحل شوية اسئلة، بس خليك عارف ان انت هتلاقي اسئلة انت شفتها قبل كده ومش عارف تحلها، او ما شفتهاش قبل كده خالص، اسئلة فكرتها جديدة عليك. ده الطبيعي اللي لازم هيحصل. مهما كنت مراجع، اوعى تفتكر ان انت هتروح وممكن تقفل امتحان. ليه؟ لان انت لسه هتراجع الشهر ده، ولسه الشهر الجاي هتحل امتحانات كتير قوي، فهتبقى عرفت كل الافكار وكل الحاجة. فالامتحانات الجاية في الشهر اللي احنا فيه ده، او الشهر 4 اول ما يبدأ الامتحانات بتاعة شهر 4 اللي هتبدأ يوم 5/4 في المدارس، اوعى تفتكر ان انت هتقفل امتحان. فدي حاجة متوتركش، وانا بقولك من دلوقتي اهو، انت هتروح هتقعد قدام الورقة، في اسئلة طبعا مش هتبقى عارفها، ده الطبيعي مهما كنت مراجع، في اسئلة افكارها جديدة، في اسئلة هتبقى عارفها ومن التوتر عشان دي اول مرة مش هتبقى عارف تجاوبها او هتنساها او اي حاجة. فدي تجربة كويسة ومفيدة ليك انت. فما تجيش بقى لما تقعد قدام ورقة الأسئلة تلاقي سؤال مش عارفه وتبدأ تتوتر وتبدأ تتخض، عادي زيه زي امتحانات الدروس. اتعامل مع الامتحانات الجاية انها زيها زي امتحانات الدروس بالظبط عشان ما تتوترش. ده مكان انت رايح تعك فيه وتجرب فيه، انها اسمها امتحانات تجريبية، انت رايح تجرب فيه، فما يبقاش فارق معاك قوي درجة الامتحان. لو اتعاملت مع الامتحانات الجاية دي وامتحانات الفاينل بنفس المنطق ان انا رايح اجرب، هتلاقي التوتر قل عندك خالص ومفيش اي توتر، وهتلاقي نفسك داخل هادي، فهتعرف تحل. حتى لو سؤال فكرته جديدة عليك فهتحاول فيه وهتحله، بس روح على قد ما تقدر ما تبقاش متوتر. تمام. انت رحت الامتحانات وظبطت دنيتك، هتلاقي اسئلة مش عارفها، هتلاقي شوية افكار جديدة عليك، ترجع على طول تبدأ تراجع تاني الحاجات دي. وخلي بالك ان انت هتمشي الشهر ده مع امتحانات او الامتحانات التجريبية. يعني انت عليك مثلا كمان 5 ايام مثلا، يعني او اول مادة هتبقى عربي تقريبا، مش فاكر الجدول بالظبط،
فانت الخمس ايام او الست ايام اللي قبل العربي يعني حياتك كلها كده قاعد ما بتعملش حاجه غير ان انت تذاكر عربي مع امتحانات الدروس، مع المراجعات بتاعه الدروس لو انت هتروحها، او بتبقى ماشي مع جدول المراجعات بتاعه الدروس. وحاجه كمان مهمه قوي نسيت اقولها بالنسبه لمراجعات الدروس، اوعى تحط مراجعات الدروس بتاعتك كلها في يوم واحد او في يومين او يعني ما تخليش مراجعتين في نفس اليوم عشان ما تتعبش. يعني انت ممكن تخلي لو الدنيا زنقه قوي خلي مراجعه ومعاها ماده تانية مثلا او مادتين في نفس اليوم، ما يبقوش المادتين تقال، لان انت لازم ترجع من الحصه ترجع تراجع تاني في نفس اليوم وتحل الحاجات اللي هو اداها لك في الورقه او في الملزمه بتاعه المراجعه. فاوعى ان انت تحط 3 مراجعات في نفس اليوم، انت هتخلص الدرس ومش ترجع تراجع حاجه، فانت كده ما استفدتش حاجه. تمام. تاني حاجه، لو انت الحاجه نسيت اقولها، لو انت رحت مراجعه الدروس او ما او راجعت قبل امتحانات الدروس ولقيت ان الدرس انت مش محتاجه خالص وان انت بنسبة 100% فيه، فكل اللي انت تعمله ان انت تروح رايح جايب الملزمة او تاخدها من اصحابك اللي راحوا المراجعة، تجيب الملزمة بتاعة الفصل ده، عشان هو بيبقى مجمع لك كل الافكار في حتة لوحدها، اسئلة علل في حتة لوحدها، المصطلحات في حتة لوحدها، وهكذا. فبتبقى عارف كل حاجة متجمعة في جزء لوحدها، بدل ما كانت في الاول على درس بتبقى على الفصل كله. فبتبدأ تدرب ده ان انت بتبص على المنهج بصورة اكبر شوية، فبالمنهج بتستوعبه اكتر وبتبدأ تدرب نفسك ان انت خلاص داخل على امتحانات، فهتقدر ان انت تراجع المادة كلها على مرة او مرتين. الفيديو طبعا وقته طول قوي، فاحنا هنكمل الباقي في الفيديو اللي جاي على طول، هينزل وراه على طول، فما تقلقش من اي حاجة. الفيديو اللي جاي هيبقى عن ازاي تنظم يومك وتنظم وقتك، وكمان هقولك على شوية مواد كده محتاج ليها مراجعة بطريقة مختلفة شوية، عشان ما يبقاش وقت الفيديو طويل وانا عارف الباقات هتروح في داهية. فالفيديو ده تمام كده خلاص، هنقفله على كده. تمام قوي زي الفل. الفيديو الجاي نازل وراه على طول، ما تقلقش، على حسب سرعة النت انتوا وحظكم، انتوا دفعة فقرة اصلا، انا بقالي كتير قوي بحاول اصور الفيديو ده ومش عارف. ما تنساش لو عجبك الفيديو او اي حد في ثانوية عامة خليه يشوف الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويقدر يعرف او يستفاد ويشوف يعمل ايه الفترة الجاية. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل سبسكرايب ولايك على الفيديو عشان تشوف الفيديوهات الجاية. السلام عليكم. بصوا يا جدعان، انا اسف على الدخول المفاجئ ده، بس انا والله العظيم الفيديو التاني سجلته، بس ما تفهمش ايه اللي حصل. يعني انتوا مش عارف بقى الفقر من عندي ولا العيب من عندكم ولا ايه. هو ده اللي حصل، بصوا حضراتكم، بصوا ده اللي حصل بالظبط. ادي الكاميرا اهي، هو البتاع وقف اهو 9 دقايق، يعني هو وقف عند ال9 دقايق اهو فوق وشكلي مش عارف، والبتاع ما بيكملش، يعني هو واقف عند 9 دقايق وشويه، وهو مفيش اي حاجه خالص يعني، ولا بيتسيف. انا مش فاهم بقى يعني، هو مفيش اي حاجه خالص، حتى بدوس على الزراير وبحاول اقفله وبخبط عليه مفيش اي حاجه خالص. فانا الصراحه مش عارف العيب منين. فانا هحاول يعني، بصوا عمال ادوس على الزراير اهو مفيش اي حاجه خالص، فالعيب منين بقى انا مش فاهم الصراحه. حتى الموبايل ما مش راضي يقفل اصلا كمان من الجنب. فانا يعني هحاول، يا رب ادعوا بس ان الفيديو يكون اتسيف، عشان لو متسيفش يعني هضطر ان انا اصوره تاني من اول وجديد. ده الجزء التاني بتاع المراجعة، وكان فيه شوية كلام مهم يعني، فهضطر اصوره تاني من اول وجديد. فانتوا حظكم بقى، ادعوا ان شاء الله ان الفيديو بعد ما يعني احاول العب في الموبايل كده واعمل اي حاجة يكون اتسيف ويكون لسه شغال، لان يعني فاهم انتوا حبايبي او كل حاجة، بس مش لدرجة ان انا اعيد فيديو 10 دقايق تاني من الاول. دعواتكم معانا يا رجالة.